السلام عليكم ورحمة الله. معاكم شيماء عادل وفيديو جديد هنعمل فيه مع بعض الجبنة الكريمي اللي بنشتريها من المحلات، بس هنعملها في بيتنا بطريقة مضمونة. ويلا بينا نشوف هنعملها ازاي. معايا قطعتين من الجبنة القريش. اي جبنة قريش عندك، حتى لو بقالها مدة عندك في تلاجتك، وطبعا الاطفال الصغيرين ما بيرضوش ياكلوها، فهنعملها بالطريقة دي، هياكلوها ويحبوها جدا ويطلبوها منك على طول. حطيت على قطعتين الجبنة القريش حوالي نص كوباية لبن. عاوزة تزودي لبن زودي، عاوزة تحطي لبن بالقشطة بتاعته عشان تزودي القيمة الغذائية زودي، الأطفال هيحبوها جدا. وحطيت نص معلقة ملح صغيرة وحوالي 3 معالق زيت بس عشان يلفوا الخلاط معايا ويتقلوها، وتكون زي الجبنة الكريمي اللي بنشتريها من المحلات كده بالظبط. طبعا انا عاملاها كده جبنة سادة خالص. انت عايزاها بالجبنة الرومي، حطي جبنة رومي مع الخلطة. عايزاها بالجبنة الشيدر حطي جبنة شيدر. عايزاها بالزيتون حطي زيتون. انما انا عاملاها هنا معايا ساده علشان احنا بنحبها ساده، والساده بتقعد في تلاجتك اكتر. بصي هنا بعد ما ضربتها في الخلاط بقت كريمي وناعمه زي اللي بنجيبها بالظبط، غاليه من بره، وهتقعد عندك في تلاجتك، ودي معموله من الجبنه القريش، يعني صحيه جدا، وهتاكلها لاولادك وانت مطمنه ومبسوطه انك بتاكليهم حاجه صحيه. طلعت معايا كميه محترمه، طلعت لك كوبايه كامله، والطبق كل الطبق ده قطعتين بس جبنه قريش. جربوا الطريقه دي وهتدعولي والله العظيم. اعمليها وحطيها في علبة في تلاجتك، وكل ما الولاد يجوعوا عشوة فطار استعملي الجبنة دي واستعملي الخلطة دي، مش هيعترضوا ابدا عليها ومش هيعرفوا انها جبنة قريش اصلا. عايزة تحط عليها فلفل زيتون اي حاجة، هتبقى تحفة في تلاجتك. ولو عجبتك الطريقة ما تنسينيش بدعوة حلوة، والسلام عليكم.